يا مساء الفل على كل اخواتي. طبعا التحفيل النهارده شغال من نار على الاهلي، وتعادل الاهلي مع انبي، وفوز الزمالك امبارح تصدر الدوري. كل دي كلها النهارده الدنيا ايه مولعه، والسوشيال شغال. وبصراحه ده الطبيعي، وده حق الزمالك، حق جمهور الزمالك. فرقته كسبانه امبارح، متصدر دوري، كسبان مصر 3. النهارده الاهلي يتعادل مع انبي، مش محتاج حاجه تاني من الاسبوع ده، من الجوله دي خالص اكتر من كده. مش هحتاج اكتر من ان المنافس المباشر او القطب الثاني اللي قصادي ان هو يتعادل وانا اكسب. يمكن كمان من الحاجات اللي مضايقه جمهور الاهلي مش التعادل مع انبي بس، لكن المستوى اللي لعب بيه الاهلي النهارده او اللي ظهر بيه الاهلي النهارده ما كانش هو المستوى اللي جمهور الاهلي متعود عليه، او اللي المفروض اصلا ان لعيبه الاهلي تظهر عليه. لعب ملايين، اسماء، ناس كبيره، ناس تقيله، ناس دوليه، في سواء بقى في منتخب مصر، في المنتخبات التانية والمنتخبات الأفريقية، أسماء كبيرة جدا. أعتقد إن لا، المستوى مش في أزمات، في مشاكل، في ناس بتحاول تخبي وشها في الرمل، في ناس بتحاول إن هي ما تشوفش الحقيقة فين، ولكن في مشاكل هنتكلم فيها النهاردة وهنحكي عنها النهاردة. دي موجودة جوه الأهلي، سواء بقى الناس هتصدق الكلام ده مش هتصدق الكلام ده، الناس اللي لسه هتكابر في الكلام ده برضو، دي بقى مش بتاعتي انا، ولكن في مشاكل واضحه، في مشاكل واضحه. قبل ما نتكلم بقى عن الناس، عن الكلام ده وعن الورطه بتاعت وسام ابو علي اللي مورط الاهلي فيها، في حاجتين في ماتش النهارده عايز اتكلم فيهم. لاول مره اخد بالي ان الاهلي بكل نجومه، بكل فرقه، بكل اللعيبه دي، بكل الارقام دي، ما عندوش لاعب بيعرف يشوط ضربات حره. جات لي الاهلي النهارده كذا كوره من بقاع سحريه زي ما بيقولوا في الملعب، ما تحسش ان ليها ملامح خطوره. يعني لما كانت بتيجي الفاولات دي الموسم اللي فات في وجود وسام ابو علي وفي وجود يحيى عطية الله، كان بتقول شكلها رايحه جون، الكره دي ممكن تبقى جون، الكره دي بيلن. يعني بالبلدي كده، لا الكره دي بيلن، الكره دي هتتشاط بيلن. دي اول حاجه، ان الاهلي بكل نجومه دول ما فيهمش لاعب يعرف يشوط ضربات حره او سلاح خطير يستغله في الضربات الحره. تاني حاجة عايزين نتكلم فيها هي طرد الشناوي. أنا شايف إن أنت حكم النهاردة حاجة من الاتنين، أنت يا فاول وطرد للشناوي، يا إما مش فاول وإنذار على اللاعب إن هو مس اللاعب إمبي. طب أنت حسبت فاول في الأول وطردت، تمام أوكي، رجعت للفار، الفار قال لك لا مش طرد ولا مش فاول، ولا قال لك ايه، ولا هو الانذار ده لايه اصلا اللي خده الشناوي؟ يعني هل هو انذار عشان ما تعملش كده تاني، اوعى تعمل كده تاني؟ ما هو فاول طرد، مش طرد مش فاول، مش مفيش حاجه اسمها فاول وانذار. يعني انا مش حاسسها دي خالص. قانونا اللي انا اعرفه هتتحسب فاول يبقى ياخد طرد، غير كده مش. يمكن يكون في حد طبعا اكيد اكتر مني خبره، اكتر مني معرفه باللوائح، يتكلم في الموضوع ده. فيعني برضو اكيد خبراء التحكيميين هيتكلموا في الموضوع ده، وهنشوف الموضوع ده. يعني هل هو فعلا طرد، هل هي فاول، هل هي انذار، هل هي ايه، دي هنشوفها. نرجع بقى لماتش النهارده، واللي انا شايفه ان في مشكله كبيره في الاهلي، مشكله النجوم الكتير. الاهلي من اول الماتش بادئ في حاجه غلط، التشكيل مش مظبوط، في حاجه. بعدين تحس في انانيه في اللعب شويه بين زيزو قبل ما يطلع، بين تريزيجيه، محمد شريف خارج نطاق الخدمه في الماتش بتاع النهارده. يمكن محمد شريف ده بقى هيودينا الموضوع قبل برضه ونكمل الفني، يمكن نتكلم في موضوع اسامه ابو علي، الورطه اللي بنتكلم فيها ورطه اسامه ابو علي، وهي مرتبطه بالفنيات بتاعه الماتش. اسامه ابو علي لما جه يمشي، كانت مشكله الاهلي في مش هيمشي بكام و7.5 مليون و8 مليون و9 مليون، لا، كانت مشكله الاهلي ان الوقت. هوفر كواليتي لاعب محلي يلعب بنفس مستوى واداء وسام ابو علي ازاي دلوقتي؟ وعشان كده محمد شريف كان بره حسابات الاهلي، ولكن رجع في وقت من الاوقات لما الاهلي حس ان وسام ابو علي هيمشي، فخلاص يبقى هنجيب محمد شريف تحسبا لعدم وجود لاعب محلي
يعوض، او مهاجم محلي يعوض وسام ابو علي، خاصه ان وسام كان لاعب فلسطيني مقيد محلي. ودي الورطه اللي اتورطها الاهلي. خلاص الاهلي بقى مضطر النهارده يلعب لحد يناير بمحمد شريف، مع احترامي لمحمد شريف والامكانيات محمد شريف وخبره محمد شريف، ولكن مستوى النهارده، وده اللي قلته في بدايه الموسم، كنت كتبت بوست ان ازمه الاهلي في بيع وسام ابو علي مش في الفلوس ولكن في تعويض وسام ابو علي. فدي هي الازمه او الورطه اللي ورطها وسام ابو علي للاهلي. الاهلي بقى مضطر ان هو يستحمل لحد يناير محمد شريف. انا اسف، انا مش قصدي ان اقلل محمد شريف والله، ولكن مش ده المهاجم الشرس او المهاجم رقم واحد اللي الاهلي هيعتمد عليه الموسم كله. انا بتكلم بصراحه، يعني دي ما حدش يزعل مني فيها. نرجع بقى تاني للماتش للحاجات الغريبه اللي انا برضو استغربتها في الماتش النهارده. تبديلات كابتن عماد النحاس، تبديلات بلا اي هدف. كل اللاعب عنده قدرات هجوميه نزل. يعني نزلت قفشه ونزلت طاهر، تبديل طبعا اضطراري، بس نزلت قفشه ونزلت طاهر ونزلت جراديشار ونزلت امام عاشور ونزلت بن شرقي. يعني كله ينزل، اللي يلاقي حته فاضيه يجري فيها، اللي يلاقي مكان فاضي حد فاضي يبصيله. كلنا هنجري، كلنا هنجري ناحيه الجون، هنضغط عليهم. فرقه انبي لو كان فيها حد خط وسط متميز يعرف ينقل الهجمه مرتده ومهاجم سريع كان ممكن. وشفنا يمكن الكره اللي دخلت جون واتحسبت اوفسايد، وهي اوفسايد فعلا، كانت ممكن تخلص الماتش. فاعتقد ان تبديلات كابتن عماد النحاس ما كانتش موفقه تماما. الاهلي انا شايف ان في مشاكل من ناحيه اوضه اللبس، ممكن مشاكل ان كل لاعب عايز يفرض نجوميته، كل لاعب عايز يفرض ان هو النجم السوبر ستار رقم واحد، نجم السوشيال ميديا، نجم الاعلانات، نجم الفلوس، نجم ونجم ونجم. ده باين في الملعب، في انانيه، في عدم تعاون، في كل واحد عايز يشوط من اي مكان. يعني كل كميه التسديدات اللي اتسددت من الاهلي النهارده على مرمى انبي مفيهمش غير شوطه واحده بس اللي الناس كلها سقفت لها، بتاعت مروان عطيه. كل بقى شوطه عشوائيه، وبتاعت بن شرقي اللي جت جنب العارضه برضو دي كانت حلوه، يعني كانت مفاجاه وحلوه. باقي كله شوط عشوائي، لعب فردي، كل واحد عايز ياخد الكره ويجري، عايز ياخد الكره ويرقص، عايز ياخد الكره ويثبت ان هو رقم واحد. الاهلي فيه مشاكل محتاجه ان هي كابتن وليد صلاح الدين مهامه كبيره، يعني لازم يسيطر على اوضه اللبس اكتر من كده، لازم يبقى في دعم من الاداره اكتر من كده. الاهلي ازمته النهارده مش تعادل، مش خساره 2 بونت، مش تعادل مع انبي، مش منافسه على الدوري. ازمه الاهلي ان هو بلا شكل، بلا هدف، بلا طعم، بلا لون. مش ده الاهلي، مش دي اللعيبه السوبر، مش دي النجوم، مش ده المستوى ولا الاداء اللي الجمهور مستنيه. شكرا لك.